السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. صلوا على النبي يا جماعة، أهم حاجة قبل ما نبدأ اعمل متابعة للقناة ودوس لايك واعمل لي تعليق حلو. أنا عايزة لايكات كتير. دي رنجة أنا بشويها على البوتاجاز، بس أنا دايما بحب أحطها في حاجة كده عشان خاطر ما تنزلش الزيت بتاعها على البوتاجاز، بيفضل البوتاجاز ريحته رنجة مهما تغسليه، أول ما تيجي تولعي البوتاجاز الريحة بتملى الشقة. أنا دايما بشويها على حاجة، أنا الصراحة ما بحبهاش بالطريقة دي، أنا بحبها أقطعها نية كده زي ما هي وأعملها سلطة، أحط عليها طحينة ليمون زيت فلفل أخضر بصل طماطم. بتبقى الصراحة أنا باحب الطريقة دي، بس أنا باعمل يعني واحدة كده وواحدة كده وكده عشان يبقى إيه قدّامي كل الألوان. هاتكلم معاكم النهارده على حاجة تانية، على الخصومة. الخصومة هي الحاجة الوحيدة اللي بتبين الشخص على حقيقته. طول ما أنت كويس ما تعرفش الشخص اللي قدّامك، يعني وأنت مبسوط وأنت بصحتك وأنت حالتك المادية كويسة وأنت ما تقدرش تقيّم العلاقة اللي أنت فيها. بتقيّمها إمتى؟ لمّا تقع في مشكلة بجد. اللي وقف جنبك هو ده الشخص اللي بجد بقى، إنما غير كده وأنت حلو لأ، دي مش علاقة إن أنت ممكن تعتمد عليها أو تقول مثلًا أنا ليّا صاحب كذا أو أنا ليّا فلان ده كذا، لأ. ابن الأصول بيبان في الخصومة، واللي بيحبك بيبان في خصومته، والجدع بيبان في خصومته، والحاقد برضه بيبان، واللي ما اترباش بيبان، لإن في لحظات الخلاف دي حقيقة الناس بتظهر، وبيبان المعدن الحقيقي للشخص. عشان كده أنا مدانة والله مدانة بكل الشكر لأي شدة اللي فتحت عيني على حاجات كتير أوي مستحيل كنت آخد بالي منها مثلًا، أو بصراحة كنت واخدة بالي منها بس إيه، باكدب نفسي ولو 1% وأقول لا، لأ مستحيل الشخص ده يعمل كده، حتى ممكن أكون شايفاه قدامي مثلًا بيقل أصله مع أقرب الناس ليه أو إلى آخره، بس لأ مستحيل يعني، كنت دايمًا مستبعدة الحاجة دي. بس بجد لمّا أنت بتقع في الموقف أو بتنحط فيه، بجد كل واحد بيبان على حقيقته، والمعدن اللي بجد بيبان، والمعدن اللي أي كلام برضه بيبان. فدايمًا ما تحكمش على حد من غير ما تقع في مشكلة، أو من غير ما تخش معاه في مثلًا في خلاف، أي خلاف حتى لو بسيط، ساعتها هيبان بجد، وتقدر أنت تحكم وتقيّم العلاقة دي وتقول دي علاقة فعلًا حلوة أو علاقة صحية والّا علاقة هتأذيني وتجيبني ورا. تصبحوا على خير.